في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين من أبناء محافظة مطروح، افتتح الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مستشفى السلوم العسكري، التي أقامتها القوات المسلحة وفقا لأحدث النظم الطبية والتكنولوجية، والتي تمثل إضافة جديدة للتأمين الطبي في المنطقة. وقال إن مستشفى السلوم العسكري إهداء من القوات المسلحة لأهالي المنطقة الغربية، مؤكدا أن القوات المسلحة سوف تبذل كل الجهد بأمانة وشرف من أجل تسهيل حياتهم وأمن أسرهم. واستمع إلى شرح لمكونات المستشفى التي أقيمت على مساحة 30,000 متر مربع، وتشمل مبنى رئيسي بطاقة 90 سريرا وعددا من المنشآت الإدارية والخدمية وحدائق ومساحات خضراء. وكذلك تفقد الأقسام العلاجية الجديدة داخل المستشفى التي تضم قسما للكلى يحتوي على أجهزة الغسيل الكلوي، ملحق به وحدة لمعالجة المياه بأحدث التقنيات العالمية، وقسم العلاج الطبيعي الذي يحتوي على أحدث أجهزة العلاج الطبي والعلاج بالأشعة الحمراء، وقسم للطوارئ والرعاية الحرجة وحضانات الأطفال والحروق. وتضم مستشفى السلوم العسكري 10 عيادات تخصصية، منها عيادات للأسنان وعيادة للرمد والبطنة والجراحة والنساء والعظام والمسالك والقلب والأنف والأذن والأمراض الجلدية. حضر الافتتاح الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من عمد ومشايخ محافظة مطروح ودارسوا كليات والمعاهد العسكرية. حرصا من القيادة العامة للقوات المسلحة على توطيد أواصر التعاون العسكري المشترك مع كافة الدول، التقى الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من نواب الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب ستيفن كينغ رئيس اللجنة الفرعية للدستور والحقوق والحريات المدنية. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون بين البلدين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة. صدق الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2014. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء السيد علي الغالي مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من 28 ديسمبر 2013. في إطار حرص القوات المسلحة على تطهير سيناء من البؤر الإرهابية والتكفيرية، تواصل عناصر القوات المسلحة وأجهزة وزارة الداخلية تنفيذ المداهمات للبؤر الإرهابية بسيناء وضبط العناصر الإجرامية والمسلحة في العديد من محافظات مصر، والتي أسفرت عن القبض على 129 فردا من العناصر التكفيرية المسلحة والمطلوبين جنائيا بقتل جنود القوات المسلحة والتحريض على قتل عناصر التأمين بسيناء. وقتل أحد العناصر الإرهابية التي شاركت في التخطيط لقتل 16 جندي برفح عند محاولته لمهاجمة
أحد كمائن القوات المسلحة. كما تمكنت عناصر الجيش الثاني الميداني من قتل فردين من العناصر التكفيرية الخطرة بالعريش بعد قيامهم بإلقاء قنبلتين يدويتين على القوات، وعثر بحوزتهما على جهاز لاسلكي موتورولا ومسدس 9 ملي تابع للإدارة العامة لمرور شمال العريش، وإزالة وتدمير 43 مقرا وعشة ومنزلا للعناصر الإرهابية، وضبط 7 فرد خرطوش و2 جهاز موتورولا و6 عربات و14 دراجة بخارية وكمية كبيرة من نبات البنجو المخدر والأقراص المخدرة والحشيش، وقيام عدد من أهالي مدينة السويس بتسليم 2 بندقية آلية و2 بندقية قناصة و2 خزنة. في إطار إجراءات القوات المسلحة لتأمين الاتجاهات الاستراتيجية والجبهة الداخلية وإجهاض جميع المخططات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، تمكنت عناصر حرس حدود من ضبط عدد من العربات والدراجات البخارية ومراكب الصيد، والقبض على عدد 308 فرد من جنسيات مختلفة أثناء قيامهم بهجرة غير شرعية وأعمال تهريب وتسلل، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وكميات كبيرة من نبات البنجو المخدر والحشيش، واكتشاف فتحة نفق وضبط 3 مخازن و24750 قاروسة سجائر و60 طن بضائع تقدر قيمتها ب1,000,000 جنيه مصري. كما تمكنت عناصر من الجيش الثاني الميداني بمعاونة الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من ضبط 3 حاوية بميناء بورسعيد بداخلهم 3481 مسدس صوت قابل للتعديل. تم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. ده احنا الجيش المصري اللي على أسوارك، ده احنا اللي عبرنا ومن يومها حابسين دمهم، حابسين دمهم. ديني ودينك في الدنيا والاتنين من عند الله، شايلاها أرض واحدة حفظانة أم واحدة، تعالوا نحلف نصونها وعزة جلالة الله. لن نقبل ولن نوافق أو نسمح بدخول مصر في نفق مظلم من الصراع أو القتال الداخلي أو الحرب الأهلية أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة. أرجو إن احنا كلنا نحمي مصر. تعالوا نحلف نصونها وعزة جلالة الله. يا رب ارحمنا برحمتك، يا رب احمينا بقوتك. ديني ودينك في الدنيا والاتنين من عند الله، شايلاها أرض واحدة حفظانة أم واحدة، تعالوا نحلف نصونها وعزة جلالة الله. تعالوا نحلف نصونها وعزة جلالة الله. المشهد على الساحة المصرية الآن يبعث الطمأنينة والأمل في قلوب المصريين، ويؤكد أن الطريق مفتوح للتطور والبناء، وأن الشعب الذي أجج ثورتين في طريقه إلى البناء وتحقيق الأمن القومي المصري حتى تظل رايات مصر عالية خفاقة.